لو شفنا الشارع من بره الشارع مليان. البلد كلها مش حاسه بس بالفرحه، البلد حاسه فعلا ان في تغيير او في تعمير بيتم فيها من خلال القافله الطبيه. القافله الطبيه الدكتور الدكتور وسام والدكتور محمد عبد الوهاب مع المستشار احمد سليم طبعا هو رئيس الفريق الطبي. مع المستشار احمد سليم انا قبل ما تكلمي عن انت حاسه الجو النار اللي احنا قاعدين فيه، يعني الحر رغم ان برغم الحراره الشديده الناس موجوده اللي فيها يعني احنا عايشين نشوف الجو عامل ازاي، ولكن الحماس بيدفعنا دائما وابدا لخدمه اهالينا مهما كانت الظروف. انا عاوز حضرتك بالكاميرا الكريمه بتاعت حضرتك تشوفي ده. طبعا عندك العيادات تحت هتلاقي الفريق الكشف، ده الفريق هناك كده هتلاقي الفريق اللي بيستقبل المرضى وبيسجلهم، وتحت هنا صرف العلاج. ولو حضرتك تفضلت معايا حتى صوري الناس يا هند زي حضراتكم، حاسين الخدمه متكامله بتوصل لكم وان انتوا فعلا في تغيير النهارده؟ اول مره يحصل عندنا كده ان ناس يخدموا الناس جوه الجيش. حاسه عايزه تقولي للناس اللي شغالين دول بقى لهم كام يوم عشان يجوا في اللحظه دي يقدموا لكم الخدمه، نقول لهم كتر الف خيركم، مفيش حد عمل لنا كده قبل كده، مفيش حد جالنا العزبه وعمل الطريقه ديت. في ناس كتير غلابه ومحتاجين علاج، كفايه ان هم يلاقوا العلاج ببلاش. وده اقول له الدكتور وسام. بصي ده بالنسبه لنا هي الوسام والشهاده اللي احنا نحملها الى الله بكل فخر وسعاده. ودي حاجه تقول ايه؟ نكون قدرنا نخفف عن نفسنا. يقدركم على الطيب على الاول، مش في المرضى على ايديهم. ادعوا بقى للدكتور رضا عبد السلام والدكتور محمد عبد الوهاب. تحبي تقولي ايه النهارده والناس دول جايين من اخر الدنيا عشان يخدموكي ويقدموا لك خدمه صحيه كامله؟ شرفتوني والله يبارك فيكم، ودايما تقولنا ما نتحرمش منكم ابدا. دعوتك يا حاجه النهارده لملك الدنيا، الدعوه دي هتعود للناس في عملهم، لان الناس دي فعلا محتاجه دعوه حلوه. ربنا يبارك فيهم ويكونوا في طريقهم كله يا رب. ده ابني عبد الرحمن طالب في كليه الطب، بس ده الصغير، الكبير مهندس الله يحفظه. ربنا يبارك لك وتشوف باباك دايما نموذج ناجح ليك، نموذج بيقدم تشوف الخير دايما. طبعا هو جاي عشان يتعرف على العمل الخدمي من خلال المهنه اللي هو يمتهنها هو وزملائه، وانا حابب الحقيقه اغرس فيه القيمه دي عشان يبقى هو وزملائه بعد كده الجنود المستقبليين لمصر والاهالينا. وعلى قد ما يتعلم على قد ما يقدر اهله وناسه ويبذل ويحس بالناس والبسطاء والاغنياء والفقراء ويكون طبيب رحيم، لان الطب هو في الاصل رساله زينا كلنا. احنا في الارض دي يعني وقت هيمشي هنسيب اثر، والاثر ده هو في الرساله الطيبه اللي احنا بنسيبها. الحقيقه انا عاوز اعرفك على الفريق بتاعنا لو تسمحي، تمام؟ واخدك في جوله في القافله هي؟ طبعا دي القافله طبعا. اتفضل. زي حضرتك تقولي ايه النهارده وانت جايه بتقابلنا؟ الشرف كلنا خدمتنا كبيره قوي قوي من